ليه الدرجة الأولى على قطار التلج الجديد على طول كومبليت؟ بعد ما صورنا أول رحلة في مصر لقطار التلج والحلقة كالعادة حققت نجاح كبير على مختلف المنصات بفضل الله، من بعدها والدرجة الأولى على قطار التلج على طول محجوزة بالكامل. النهارده هنقول لكم إيه الفرق ما بينهم وإزاي تحجز في الدرجة الأولى وأفضل مقعد في الدرجة الأولى كمان. الفرق بين الدرجتين بيعتبر متقارب، سعر الدرجة الأولى 200 جنيه والدرجة الثانية 150 جنيه. القطر موجه أكتر لحد محتاج مستوى معين من الرفاهية وهيكون مناسب جدا للسياحة. القطر ليه ميعاد واحد للتحرك من القاهرة الساعة 2 الظهر ومن اسكندرية الساعة 5 ونص. القطر حاليا بيوصل في ساعتين وما بيقفش طبعا في أي محطات. طيب إيه الفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية؟ ده شكل كراسي الدرجة الثانية، الاختلاف بيكون في شكل الكراسي، وكمان الدرجة الأولى الكراسي الجلد اللي موجودة فيها بتكون مريحة أكتر، وكمان الشاشة الخاصة بكل مقعد في الدرجة الأولى. وأكتر حاجة بتميز الدرجة الأولى المقاعد اللي بتكون موجودة في أول أو آخر كل عربية. المقاعد بتكون قدامها الطاولة ديت واللي تقدر تستخدمها لو معاك لاب أو محتاج تاكل أو تعمل أي حاجة. بتكون كويسة لو أنتم أكتر من شخص وعاوزين تقعدوا